بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه الإمام البخاري. صلى الله عليه وسلم: إن رجالا بقلنخ يتخوضون في مال الله ديال رزق ليلدجبول أي ديال رزق دوجبول بغير حق تحق بقوياتش فلهم النار يوم القيامة قوان قيمتنا جرغة سيدسان. قال العلماء: فالذي يأخذ مال الزكاة وهو من غير أهله، والذي يأكل مال اليتيم، وكذلك الذي أكل الربا، كلهم يدخلون تحت هذا الحديث. عالمنا خيانت فالذي يأخذ مال الزكاة زكاة حيد جولسك وهو من غير أهله شين سدواغجه، والذي يأكل مال اليتيم بوي حق دو جولسك، وكذلك الذي أكل الربا اشتيال جولسك، كلهم أجبرتك يدخلون تشبواغج تحت هذا الحديث حديث. الذي يأكل مال اليتيم أول ما يخرج من قبره يخرج وفمه يتأجج نارا من جوفه، ثم زيادة على هذا يدخل جهنم. الذي يأكل مال اليتيم زبوي حق دؤجول سجاء أول ما يخرج من قبره أجل حلقة شتكشر إسحال أروال جخانة يخرج حل أروجوز وفمه تنبجينو يتأجج نارا تحاريتش من جوفه أو تنكير الحليوغجو، ثم تلتحق زيادة حصواقش على هذا تعازب انتحى يدخل داش وقتقو جهنم ججغتي تجدقل العازب خدتن. ليس أمرا هينا أهبوبات. وكم من إخوة مصر يجري وكم من أعمام مصر دا يجري يأكلون أموال اليتامى بوي حقدوش نسوا الآخرة آخرة الدستة، بل يعتبرونها زبوي حق لارخش بوش غنيمة شي رزق. كثير من الناس دقنغب إذا مات أخ لهم شيء وشويلتش وترك أيتاما بويدتش يعتبرون مال الأيتام تبوي حق ترلارخش غنيمة شي رزق ليتمتعوا بها تنتشاشت بيت إتبولش، والعياذ بالله داولور دولي بوي حق دو اجبالغ بقو يواتش ديال رزق دو اجبالغ جوجغة تنصيغر أثبوبات. أمر الآخرة آخرة بولخ عظيم بوخبه، والعذاب شديد عذب جعاذه. الله لردو دو تحارم دو شمخ، والحمد لله رب العالمين.